أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. سيصيب أمتي داء الأمم. ما معنى سيصيب أمتي داء الأمم؟ أي سيصيبهم الوباء والمرض الذي وجد في الأمم السابقة كلها. هذا ولد عند الصحابة سؤال، يطلبون بهذا السؤال نجاة أنفسهم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. هذا داء الأمم. هذه أوبئة موجودة في الأمم السابقة كلها، ويخبر في هذا الحديث أنها ستصيب أمته، سيصيب أمتي داء الأمم. الأشر كفران النعم، والبطر الطغيان عند وجودها، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والتكاثر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد وغير ذلك. والتناجش في الدنيا، النجس هو في البيع يعمد المرء للمزاودة في السلع وهو لا يريد أن يشتريها، وإنما حتى يكثر مال صاحبه، وحتى أيضا يقع الغبن على الآخر. والتباغض أي وجود البغضاء بين الناس والتنافر. والتحاسد الذي هو تمني زوال النعم. قال: حتى يكون البغي، يعني تزداد فيهم هذه الأمور حتى يتولد منها البغي الذي هو العدوان على الناس، سواء في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. فهذه الأدواء أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تذهب. أخبر أنها تذهب بعد نزول عيسى، تذهب كما قال هنا عليه الصلاة والسلام: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. هذا الحديث يفيد أن الشحناء والتباغض والتحاسد كلها من وراء التكالب على الدنيا، كلها من وراء التكالب على الدنيا، وكل يريدها له، وإذا حصلت لغيره أصابه الداء إلا أن عافاه الله. إذا حصلت لغيره، تميز أخ من إخوانه، جار من جيرانه، صديق من أصدقائه، تميز بما